بكام الطماطم دي؟ ما قلتليش بكام الطماطم؟ لا اله الا الله، ما انا قلت لك يا استاذ الطماطميه ب5 جنيه، انت تعبني معاك كده ليه؟ كتيرة 5 جنيه، يعني ايه 5 جنيه؟ هي في كل مكان ب5 جنيه، انت هتزودها عليا يعني؟ في كل مكان، ده الكيلو عامل 5 جنيه. الكيلو عامل طب روح هات لي الكيلو ب5 جنيه، هات من بره وهتشوف. سيبك من الطماطم، انا عندي حساسية منها. بكام الفلفل دي؟ الفلفل ايه برضه ب2 جنيه، هتشتري فلفل ولا تفصل زي الطماطم؟ لا هشتري والله، بس بشوف البضاعة بتاعتك حلوة ولا ايه؟ انت قولي لي البتنجان عامل كام؟ انا عارفه والله العظيم، انت لا تشتري ولا هتعمل، انت بس بتسأل بس. يا ابويا عليكي، انا ما بحبش شغل البياعين دي. طب قولي لي بكام الخيار؟ الخيار ب3 جنيه الواحد، حرام عليك تعبتني معاك. معلش اخر سؤال، الفلفل ده عامل كام؟ ب5 جنيه. 5 جنيه؟ ايوه ب5 جنيه، خلص والشارع، حرام عليك تعبتني معاك، عايزه اشوف شغلي. اهدى عليا شوي، انا لسه بنقي الخضار بتاعي. بتاعك ايه؟ انا حاسه ان الخضار كله اخف من فوق دماغي. اخف ازاي يعني؟ ما انا واقف قدامك اهو، لا خدت خضار ولا عملت اي حاجه. ها؟ ما خدتش اي حاجه ولا ايه؟ يا ست اهدى عليا، اهدى عليا لحد اما انقي الخضار بتاعي. حرام عليك، ده انا واقفه معاك ولا 3 ساعات ولا ساعتين، عايزه ابيع وعايزه اخلص اليوم النهارده. معلش، ما انت عشان تبيع لناس كتير لازم الناس تفاصل والناس تقعد تنقي، امال اسمك بياعه ازاي؟ انا من ساعه ما بدات ابيع خضار عمري ما حد فصل معايا الفصل ده كله، حرام عليك يا اخي، ده انا واقفه ساعتين معاك عشان تفصل في طماطميه. ويعني بص البتنجانيه ازاي؟ خلاص خد البتنجانيه وفكك مني. لا يا حبيبتي لازم انقي الخضار، انا لو رحت بخضار بايظ المرة هتطلقني وتطلعني بره البيت. المرة هتطلقك انت وانا هموت منك، حرام عليك يا اخي. اباي عليكي، اهدي بقى عشان انقي الخضار كلها. ايوه الشكل فيه كام بتنجانيه كده عجبوني. عجبوك؟ خد الخضار كله فكك مني. ايوه انا هاخد الخضار كله، يا لهوي يما يا لهوي. يا ابوي عليكوا يا ولاد الحرامية، بتسرقوا البت الغلبانة وانا موجود، ده انتوا نهار ابوكوا يسود. امسك الصينية كويس عشان بقول لك ايه، الخضار بتاعك غالي قوي ومش حلو. ايه؟ انت موقفني ساعتين وقاعد تفاصل وتفاصل في كل الخضار وجاي تقول لي في الاخر الخضار بتاعي مش حلو؟ النصيب بقى ما عجبنيش، ما ارتحتش. حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفيكي ينتجم منك ربنا يا بعيد، موقفني ساعتين وقطعت رزقي. يا نيسة عايز انت التاني سيبني في حالي. انت بتشخطي فيها ليه؟ ده انا جاي انقذك، ضحكوا عليكي. مين يضحك عليا يا حبيبي؟ ما فيش حد يعرف يضحك عليا في الحته دي كلها. انت هتعملي لي فيها عامله فيها، ما ضحكوا عليك وخدوا منك الخضار وحطوا لك مكانه زلط. يا مصيبتي. ده زلط. ايوه يا اختي، امال ايه ضحكوا عليك وحطوا لك مكانه زلط؟ انت واقفه زي الحمار، عمال الخضار يخف من فوق في حرام دماغك ويحط لك مكانه زلط وانت واقفه تتكلم معاه ومش حاسه خالص يعني. يا ابويا عليك وعلى غبائك انت. خلاص انا مامي بتتقلب فيا كتير كده، هو الراجل ده انا كنت مش مسامحاه له ابدا. بس ما تقلقيش، انا هنا الامن والامان، هجيبهم لك واجيب لك الخضار بتاعك. ثانيه واحده، وانت كنت شايفهم هما بيسرقوني وكنت واقف قاعد بتفرج عادي كده مش راضي ما انا لازم اسيب الحرامي ياخد راحته، بعد كده اشوف انا هتصرف معاه ازاي. انا دلوقتي هجيب، ما تقلقيش، انا هنا الامن والامان، عايزك تطمن وتحط في بطنك البتاع الحجر ده اللي بقول لك عليكم فيه. يا شيخ خد امسكي كده، اديني بس 5 دقايق واجيبهم لك لحد عندك هنا. ماشي يلا استنيني بقى، انا مش هكمل حاجه. ماشي. نهار اسود يما، هعمل ايه؟ خد يا كده وريني الخضار حلو ده، يكفينا النهارده اليوم كله وبكره كمان. تعال بقى نشوف حد تاني. تعالوا انت وهو يا ابوي عليك، انتوا فاكرين انتوا هتضحكوا عليا؟ انا شايفكم من بدري بتسرقوا البت الغلبانه ومش عايز اكلمكم، ما اشوف اخركم ايه. هات الخضار بتاع البيت. تاكل خيار وتسيبنا. الكاميرات صورتكم يا ما تفرعص يا الكاميرات صورتكم وهوديكم في 60 داهيه. خلاص يا اهدى في ايه؟ بتوكل ابنك حرام
محترم يا راجل، يلي مش محترم. ما احنا مش لاقيين الحلال يا بيه. مش لاقيين حل، ما تشتغل، ما انت زي العيد اهو بصحتك اهو، ما تشتغل وشغل ابنك معاك، ابنك صغير ده على الشغل، ما تشتغل انت هو وتجيب لقمه حلال. يا بيه والله العظيم رحنا شغلانه واثنين وثلاثه وكل شويه يا حد ابويا يطردنا. على الكذب اللي انت فيه، انت اتعودت على السرقه، ايدك خدت على السرقه، عشان كده بقيت حرام. بتعلم ابنك السرقه بدل ما تعلم حاجه تنفعه في حياته. بقول لك ايه، هناخد الخضار دي واخر مره. هو اخر مره مين يا حرام؟ الخضار ده بتاع البيت ما حدش هياخده لو ما مشيتوش. دقيقه ثانيتين، لو ما مشيتوش من هنا والله العظيم لا احبسكم. ايوه كده، واحد برضه لازم يسيطر. خدي ايه؟ خدي الخضار بتاعك، انا مش قلت لك ان انا الامن والامان وهرجع لك الخضار بتاعي؟ يا ولاد الذين ده كله خضار كنتوا واخدينه امال مني. ليه انا مش عارف انت قاعده مش خد الجردل زي ما هو بقى كده. تاخدي بالك تيجي يشتري منك حاجه تبصي تيجي تنزل الحاجه كده وتبيعي له، عشان ولاد الحرام بيخترعوا حاجات للسرقه، والله. بيتفننوا كده عشان يسرقوا الناس. فانت خدي بالك وخدي حذرك وخدي حاجتك واتكل على الله من هنا. ماشي شكرا. يلا والله العظيم ملوتوا البلد بهايم، مش عارف بتبيعوا ليه اصلا. يلا كمل كوبايه الشويبس بتاعتي.